ايلون ماسك كان بيقول انه هو طفل كان بيخاف من الضلمة. بعدين لما كبر اكتشف ان الضلمة دي ما هي الا اختفاء الفوتونات. بالتالي هو مش هيبقى اسمه بيخاف من الضلمة، هيبقى اسمه بيخاف من اختفاء الفوتونات، من عدم وجود الفوتونات. دي كانت بالنسبة له حاجة متخوفش قوي. بعدين حتى لو بصينا على الضلمة في التعريف بتاعها او في ماهيتها، هنلاقي ان هي عكس الضوء. يعني هي في حد ذاتها ملهاش definition، متقدرش تعرفها غير اما تقارنها بعكسها. الضوء نعرفه packets of energy مثلا that illuminates stuff. الداركنس يعني ملهاش تعريف غير ان هي مفيش ضوء. ف ودي حاجة برضو يعني عايز اقول ان هي بتقلل من قيمتها شوية، لان هي مش قائمة بذاتها كده. اللي جه الاول النور او الضوء وبعد كده فهي زي متضايفات، ما ينفعش تعرف اليمين من غير ما تعرف الشمال. فنفس الفكرة بالظبط. بس اللي بيخلي الضلمة حاجة جميلة نوعا ما ان هو بسبب عدم وجود الانرجي حواليك دي وانت قاعد مثلا. يعني لما تبقى محاط بانرجي بضوء، ده somehow بيسبب distraction، بيخلي عينك البروتينز اللي في عينك اللي هي الريتينال مثلا عماله بايند مع الفوتونز وتبعت اشارات لمخك، وتحس ان هو تحس ان مش بس اصلا في انرجي حواليك in the form of photons. مش بس كده، لا، انت جسمك نفسه بيرسبوند للضوء ده، فبرضه بيسبند انرجي او اللي هو بيعمل حاجه. بينما لو انت في الضلمه اتليست لو انت جسمك بيعمل 8 فانكشنز، في الضلمه هيعمل 7 فانكشنز مثلا. في حاجه اتليست واحده ما بيعملهاش، ان هو يترجم الريفليكشن بتاع الحاجات ده في عينك. فا it feels ان هو انك بتعمل less energy او تبقى less distracted في الضلمة. فده بيسبب راحة وسكون، وبيخليك كده اللي هو ايه، يعني عارف تركز اكتر بدل ما يبقى في كل المشتتات اللي حواليك دي. خصوصا ان الارتفيشال لايت كمان لو جيت قارنته بالناتشرال لايت زي الشمس والنجوم والقمر، تحس في فرق. يعني خلينا ما نضحكش على بعض، بتحس في فرق كبير. مش هقول في كواليتي النور، بس في الفايب اللي النور نفسه بيوديها. ناتشرال لايت فيلز كده، يعني فيلز حاجه حلوه. ارتفيشال لايت تحس ان هو يعني مش عارف اوصفه او مش عارف اوضح الفرق بشكل كونكريت. بس يعني هي حاجه كده، بس it gets felt، لكن ما لهاش logical explanation يوضح لي ده حلو وهي وحش، بس it gets felt يعني. حاجه كمان اخيره كنت عايز اقولها برضو بمناسبه الضلمه، ان الضلمه او الظلام بيخلي الرياليتي ابستراكت، بيخليها void of things. لانك انت لو انت قاعد في الضلمه، فلو في حواليك 90 حاجه، بمجرد عدم وجود الضوء، 90 حاجه دول do not exist. they exist beyond you and beyond the light, that's for sure. بس to you, to your eyes, they do not exist. هم مش موجودين. يعني خلينا اقول ايه، ان وجود الحاجه، ودي فكره اتكلم فيها بيركلي. بيركلي كان قال ان وجود الحاجه حقيقي بس لما انت تشوفها، ولما حد يبرسيف الحاجه دي. اذا بالنسبه له لو انت مش بتبرسيف الحاجه، هي مش موجوده. في ترابيزه جوه الاوضه وانت خرجت، هي مش موجوده بالنسبه لك، بقى مش موجوده عموما ايا كان. هي يعني وجودها معتمد على ان حد يشوفها. نفس الفكره دي الظلام. لو فكرنا بالفكره دي، الظلام بتعمل نوع من العدم، بتعمل نوع من الابس، الفويد، ابستراكت، بتحول كل حاجه لشكل ابستراكت، لظلال. مفيش حاجه، مفيش ترابيزه، مفيش كرسي، مفيش لابتوب، مفيش اي حاجه. قاعد كده وسط nothingness. و this is pretty cool بصراحه يعني.